انا عاوزك تركز معايا في الفيديو ده ضروري. في يوم 25/9/2013 في استوديو اسمه ذا سي جي برو اصدر فيلم انيميشن قصير بعنوان انا الجدي اللطيف الجزء الثاني اي بيت جو. طبعا الفيلم ده جزء واحد ملوش اي اصدار لا قبل ولا بعد، ومفيش حد لحد دلوقتي عارف ليه الفيلم ده نزل كجزء تاني من غير ما يكون ليه جزء اول اصلا. الفيلم ده كان غريب جدا وغامض، وفي صور انيميشن وايحاءات لاحداث حصلت قبل كده وبتحصل دلوقتي. انا طبعا مش جاي احلل معاك الفيلم ده دلوقتي، ولكن انا جاي اكلمك على حاجه تانية كانت المحور الاساسي للفيلم ده، واللي هو الشخص اللي انت شايفه دلوقتي قدامك ده. وزي ما انت شايف ان هو شكل الصوره اللي بيعتبرها المسيحيين انها صوره السيد المسيح عليه السلام. الشخص ده كان طول الفيلم نايم وما صحيش خالص، على الرغم من كل الاحداث اللي بتحصل، والراجل ده نايم برضه ما صحيش خالص. ولكن في نهايه الفيلم حصلت شويه احداث غريبه، وبعدها ظهر الراجل ده. ومن الاحداث الغريبه اللي حصلت في اخر الفيلم المشهد اللي انت شايفه قدامك دلوقتي ده، واللي فسروا الناس بانه دمار الاقتصاد العالمي. ومشهد تاني بيوصف اختفاء التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي الوقت ده بالذات يصحى الراجل ده. والعجيب ان الراجل ده كان طول حياته مختفي ونايم في جزيره في وسط البحر، ولما طلع منها كان راكب مركب وماشي في البحر، وطول ما هو ماشي السمك بيطلع من البحر بينط في المركب بتاعه. ومش السمك بس، ده كمان الذهب بيطلع من البحر وينط في المركب بتاعه. ولما وصل لليابسه اي مكان الراجل ده يقف فيه الارض تطلع ثروات، بمعنى اصح اي مكان الراجل ده كان يروحه يحوله الجنه. وده في وقت الاقتصاد العالمي للعالم كله انهار، والناس مش لاقيه اي حاجه تاكلها. واخر مشهد في الفيلم ده كان غريب جدا، وهو دمار الصليب وانهيار الكنيسه. وكأن الاحداث ده يا شباب مش صدفه، والراجل اللي في الصوره ده اللي كان في الفيلم بيجسد شخصيه مهمه جدا لجماعه معينه. يمكن دلوقتي انت فهمتني وعرفت مين الراجل ده ومين الناس اللي مهتميه جدا بظهوره. واكيد دلوقتي انت عرفت ان في ناس بتشتغل وبتخطط من سنين علشان الراجل ده لما يظهر تكون كل حاجه جاهزه ليه. والراجل المهم قوي جدا اللي هكلمك عنه دلوقتي ده هو المسيح الدجال، واللي مذكور في كل الديانات، ووصفه النبي عليه الصلاه والسلام بانه اخطر فتنه على البشريه كلها، وقبل ظهوره هتحصل احداث مرعبه في العالم كله. بس السؤال هنا، هل الاحداث الاخيره اللي حصلت في العالم دي بتدل على قرب ظهوره؟ ويا ترى ايه هي الاحداث اللي هتحصل فعلا قبل ظهور المسيح الدجال وهنتاكد منها بكده؟ وليه هو بالذات اخطر فتنه على البشريه كلها؟ وليه في جماعه معينه مستنيه خروجه بفارغ الصبر وبتخطط له من زمان؟ ويا ترى ايه هو شكله ومواصفات الراجل ده؟ كل ده يا صديقي العزيز هنعرفه في هذه الحلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي وفانزات في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. لو اول مرة تشوفنا يا صديقي المتابع فمعاك اخوك احمد شوقي، وزي ما اتفقنا قبل كده انا اكتب واصور ومنتج وانزل، وانت كل اللي عليك بس انك تضغط لايك وتشترك في القناة لو المحتوى عجبك. ومحتوى القناة عبارة عن قصص تاريخية بنقولها ونحاول نطلع منها معلومة تفيدنا في حياتنا ونستفاد منها. انا متأكد ان شاء الله انك لو دخلت على الاكونت بتاعي واتفرجت على القناة شوية كده هتتبسط جدا وهتشترك في القناة. ولكن من غير ما اطول عليك يلا بينا نخش في موضوع الحلقه. المسيح الدجال هو عبد من عباد الله، اعطاه ربنا سبحانه وتعالى قدرات خلته اخطر فتنه على البشريه بمعنى الكلمه. ومن خطورته دي كان كل نبي حذر قومه منه. ولما النبي عليه الصلاه والسلام حكى للصحابه عنه طلعوا خايفين من عند النبي عليه الصلاه والسلام، وكمان من شده خوفهم منه فكروا انه قريب منهم جدا، وكانوا بيتلفتوا كده ويشوفوا وهو معاهم ولا لا. وكمان كانوا بيعتقدوا ان هو مستخبي في النخل اللي بره المدينه. فعلشان كده النبي عليه الصلاه والسلام طمنهم وقال لهم ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه، يعني ان ظهر وانا موجود فانا المتكفل بيه وانا اللي هقف له وانا اللي هخلص عليه. وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل واحد يخلي باله من نفسه. النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من ان احنا نواجه المسيح الدجال لو ظهر. لو انت متاكد 100% انه مش هيقدر يفتنك استخبى وابعد عنه علشان هيفتنك مهما كنت متصور. بمعنى اصح اجري وابعد عنه ما تواجهوه. طيب ايه هي مواصفات المسيح الدجال ده علشان لو شفته اعرفه؟ ما هو يعني عيبه صراحه يكون النبي عليه الصلاه والسلام من 1400 سنه عمال يحذرنا من الراجل ده ومش عارفين مواصفات. فتعالى معايا كده نشوف مواصفاته ايه واحده واحده زي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصفه. المسيح الدجال او الاعور الدجال رجل ضخم الجثه قوي البنيه، وفي روايات بتقول انه قصير وفي تباعد واضح بين رجليه، والاكيد ان في انحناء في ظهره، انحناء بسيط في ظهره، ولكنه مع ذلك
لك رجل ضخم وقوي، شعره اجعد وكثيف وبشرته مايله للون الاحمر شويه، اما عينه الشمال فهي ممسوحه والجلد مغطيها بشكل كامل، علشان كده سموه بالاعور الدجال او المسيح الدجال. الاعور علشان عينه الشمال زي ما قلنا يعني اعور ما بيشوفش بيها، ومسيح علشان عينه ممسوح، ومكتوب على جبينه فوق هنا كافر، وفي روايه مكتوب كاف فاء راء يعني كفر. ويقال انه مش من بني البشر ولا الجن، هو مزيج ما بينهم، وانه عمره دلوقتي اكتر من 2000 سنه. اما بالنسبه لسبب تسميته بالمسيح ففي 3 روايات، الاولى لان عينه الشمال ممسوحه زي ما قلنا، والثانيه لانه بيقطع وبيمسح الارض كلها في زمن قصير جدا، في زمن مفيش 40 يوم بيكون لف الدنيا كلها، مفيش مكان الا ورجله حطت فيه الا مكه والمدينه زي ما هنقول كمان شويه. والثالثه وهي الاشهر بقى لان قدراته اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له زي اللي كانت عند سيدنا عيسى عليه السلام. انا لما جربت بقى ادخل المواصفات دي على الذكاء الاصطناعي علشان احاول اقرب المواصفات دي واشوف شكله هيكون ايه، اتصدمت لما لقيت الاي اي بنفسه مانع يجيب لي صوره بالمواصفات دي، وكمان هو قال لي ان المواصفات دي مواصفات المسيح الدجال، ولكن قعدت ادور واحاول لحد ما وصلت لحاجه زي كده. اكيد طبعا ده مش شكل المسيح الدجال، ولكن ده اللي لقيته، والعلم عند الله. احنا دلوقتي عرفنا مواصفاته باذن الله، لو شفناه نعرفه، وان شاء الله مش هنشوف. تقريبا دلوقتي بقى يا صديقي انت عرفت شكله ومواصفاته، فتعالى بقى اقول لك على قدراته علشان ما تتصدمش لو لقيته في يوم من الايام. اولا سرعه تنقله في الارض، انت متخيل ان الراجل ده هيلف الارض كلها في 40 يوم بس، منهم يوم كانه سنه، ويوم كانه شهر، ويوم كانه اسبوع، وباقي الايام زي ايام، وهيلف الارض كلها في ال 40 يوم دول الا مكه والمدينه مش هيعرف يدخل لان في ملائكه واقفه عليها وبتحرس. ومن قدرات المسيح الدجال ده ان عنده تحكم كامل بالشياطين والجن. يعني مثلا لو واحد ابوه وامه متوفيين يقول له المسيح الدجال ايه رايك لو احييت لك ابوك وامك تاني، فاي حد هيرد عليه يقول له يا ريت احييهم يا اخي، حد يكره احييهم تاني. فيجي شيطانين على هيئه ابوه وامه، ومش كده بس، ده يكلموه ويقولوا له يا ابني امن بيه، ده ربك، اسمع الكلام وامن بيه، احنا عارفين مصلحتك، احنا متنا وشفنا كل حاجه، ده ربك امن بيه. يا الله، اعظم فتنه يا اخي، غريب جدا والله، غريبه. مين يقدر يعني صحهم من الموت وبيكلموك؟ هتعمل ايه انت بقى في الوقت ده؟ فهي فعلا اعظم فتنه زي ما حذرنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبرده المسيح الدجال ده عنده قدره عجيبه جدا، عنده تحكم كامل في الارض والسماء، يعني يقول للسماء تمطر تمطر، يقول للارض طلعي زرع تطلع زرع. سبحان الله، قوه وقدرات عجيبه تفتن اي حد، سبحان الله. علشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ما تقفوش قدامه خالص نهائي، ما تقفوش قدام الراجل ده. انت عرفت ان هو ظهر، اهرب بقى، يعني استخبى كده. احنا عرفنا مواصفات المسيح الدجال وكمان عرفنا قدراته. تعالى بقى احكي لك عن الاحداث اللي هتحصل قبل ظهور المسيح الدجال، وفي اخر الفيديو هعرفك مين الناس اللي بتتمنى ظهور المسيح الدجال ده وايه رؤيتها بالنسبه لك. هتتصدم في اخر الفيديو، انا متاكد هتتصدم صدمه عمرك في اخر الفيديو. بص يا صديقي، خليني الاول اوضح لك معلومه. من زمان قوي كل ما يحصل في العالم حروب ودمار وبتكتر الفتن، اول حاجه بتيجي في دماغ الناس ان خلاص الدنيا خلصت والمسيح الدجال هيظهر. يعني مثلا لما اجتاح المغول بغداد في سنه 1258 ميلاديه، المغول قتل اكتر من 2 مليون مسلم من بغداد. انت متخيل الرقم؟ 2 مليون مسلم اتقتلوا على يد المغول دول، لدرجه ان نهري دجله والفرات كان لونهم احمر من شده الدم وكثره الموت. ساعتها الناس قالوا ان دي اعظم فتنه، وان المغول دول هم ياجوج وماجوج، وخلاص هيظهر المسيح الدجال، ما عادش فيه كلام تاني، خلاص هيظهر المسيح الدجال. وبرده لما هزم الظاهر بيبرس المغول في معركه عين جالوت في سنه 1260 ميلاديه، الناس قالوا ان دي هي الملحمه الكبرى بتاعت اخر الزمان والمعركه اللي هيكسب فيها المسلمين، وخلاص هيظهر المسيح الدجال. وبرده لما حصلت معركه مرج ضابك بين العثمانيين والمماليك، الناس قالوا ان دي معركه اخر الزمان اللي هي برده الملحمه الكبرى وهيظهر فيها المسيح الدجال. ونفس الحوار ده حصل بالظبط بعد الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، ولكن الاحداث اللي هتحصل قبل ظهور المسيح الدجال اكبر واعظم من كده بكتير قوي، فتعالوا نعرفها سوا واحده واحده كده بالترتيب. قبل ما يظهر المسيح الدجال بفترة من الزمن هتحصل حروب ضخمة وقوية جدا مع المسلمين، والمسلمين في الوقت ده هيكونوا أقوياء جدا وهيتحالفوا هم والروم علشان يواجهوا عدو مشترك احنا ما نعرفوه، وهتقوم في الوقت ده حرب دموية ضخمة بين المسلمين والروم والعدو اللي بيواجهوه. هيقع في الحرب دي ناس كتير جدا والجثث هتبقى في كل مكان، ولما ينتصر المسلمين والروم على العدو ده، واحد من الروم هيرفع الصليب ويقول انتصرنا بفضل الصليب، فمفيش طبعا حد من المسلمين هيرضى
يرضى بالكلام اللي بيتقال ده فيقتلوا على طول واحد من المسلمين. ومن هنا يبدأ يفترق المسلمين والروم علشان تقوم بينهم حرب. النبي عليه الصلاة والسلام وصفها من 1400 سنة بأنها أضخم وأشرس حرب هيخوضها المسلمين في حياتهم كلها، واتسمت الحرب دي في كتب التاريخ بالملحمة الكبرى. في الوقت ده هيظهر رجل صالح اسمه المهدي، وده هيكون اسمه على اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهيتبعوا كل المسلمين اللي في الأرض، وهيكون جيش وينطلق على طول للمسلمين علشان يساعدهم في الحرب، وهينتصر المسلمين في النهاية، وبعدها هيحل السلام في الأرض، وبعدها هيعيش المسلمين 7 سنوات من الخير والبركة في حكم المهدي اللي هيملى الأرض كلها عدل وخير. وبعد كده هيعيش المسلمين 3 سنين صعبين جدا، مفيش مطر مفيش زرع، والجوع والفقر اتملك من المسلمين والعالم كله. وفي الوقت ده بالتحديد يظهر المسيح الدجال ومعاه الخير كله. المكان اللي هيروحه هيملاه ثروات وكنوز بطريقة ما تتخيلهاش زي ما قلنا في أول الحلقة لو تفتكر. وفي الوقت ده هيظهر الدجال في مدينة إيرانية اسمها أصفهان، وأول ما يظهر على طول هيتبعوا 70,000 يهودي من يهود الطيالسة اللي هم عايشين في المدينة دي ومستنيين خروجه بفارغ الصبر، ويبدأ يتحرك في الأرض كلها زي ما قلنا برضو في أول الحلقة. ولكن من أهم علامات ظهوره إنه قبل ما يظهر بسنوات ينسى الناس وتنسى الأئمة على المنابر، محدش عاد يتكلم عن المسيح الدجال ده ومحدش فاكره. فعلشان ما تتلخبطش مني تعالى ارتب لك الأحداث اللي هتحصل واحدة ورا الثانية قبل ظهور المسيح الدجال. قوة العرب والمسلمين، الحروب القوية والشديدة بين المسلمين والغرب، الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين على الروم، يعيش المسلمين 7 سنين خير وبركة في ظل حكم المهدي، وبعدها 3 سنوات قحط وفقر. وبعد العلامات دي يظهر المسيح الدجال في أصفهان ويتبعوا 70,000 يهودي من يهود الطيالسة على طول كده، ويبدأ يتحرك في الأرض كلها ويملاها ظلم وافتراء، وده في 40 يوم بس. وفي اليوم ال40 اللي هو اليوم الأخير للمسيح الدجال على الأرض ينزل سيدنا عيسى عليه السلام من السماء ويصلي صلاة الفجر مع المسلمين، وبعدها سيدنا عيسى عليه السلام يقود المسلمين علشان يروح يواجه المسيح الدجال. وأول ما الدجال يشوف سيدنا عيسى عليه السلام يدوب زي ما بيدوب الملح في المية، يعني بمعنى أصح يخاف ويترعب من سيدنا عيسى عليه السلام. وفي الوقت ده سيدنا عيسى يخلص عليه، واحنا كمان هننزل ضرب في اليهود ويشفي غليلنا فيهم، لدرجة ان اليهودي كان يروح يستخبى ورا الشجرة، فتنادي الشجرة دي على المسلم وتقول له تعالى يا مسلم ورايا يهودي فاقتله. محدش طايقهم ولا طايق ريحتهم ولا طايق شكلهم اليهود دول، حتى الشجر مش طايقهم ولا طايق ريحتهم. وبعدين يا سيدي يحكم سيدنا عيسى الارض دي كلها 40 سنة. تخيل بقى لما سيدنا عيسى هو اللي يحكم الارض، يعني الخير والبركة والعدل مالوا الارض كلها. نيجي بقى لأهم نقطة في الفيديو كله، مين الجماعة اللي مستنيين ظهور المسيح الدجال ده بفارغ الصبر، وليه من زمان قوي بيخططوا بيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يظهر ويبدأوا رحلتهم سوا؟ بص يا باشا، احنا كمسلمين نكره نشوف المسيح الدجال، مش عايزين نشوفه، وده طبعا علشان احنا عارفين انه فتنة والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه، فاحنا بنسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اما عند اليهود فالموضوع مختلف شويتين 3. اليهود مسمين المسيح الدجال عندهم بالمخلص والمشيح او المسيح، يعني هو الرجل الممسوح بزيت الزيتون المبارك. الله اكبر الله اكبر. ولما يرجع الرجل الممسوح بزيت الزيتون المبارك ده هيرجع شتات اليهود ويقودهم نحو المجد والعظمه. الله عليك الله. وكمان هيخلص على اي ديانه تانية في العالم غير اليهوديه، وده اللي يفسره المشهد اللي شفناه في اخر الفيلم اللي عرضته لك في الاول، ساعه ما الكنيسه اتهدمت والصليب اتكسر، وهيحاربوا اي حد هو مش على ديانتهم في معركه اسمها معركه نهايه التاريخ. وكل يهودي بعد ما ينتصروا في الحرب دي هيكون عنده 2800 عبد يشتغلوا عنده وينفذوا اوامره، وساعتها بقى السماء تمطر عليهم لبس واكل. والله هم بيفكروا كده، اليهود بيفكروا كده، ده تفكيرهم ومؤمنين بالكلام ده وعندهم يقين تام انه هيحصل وعايشين على اللحظه دي. وبيقولوا كمان، شوف بقى الحته اللي جايه دي، وبيقولوا كمان ان دي هديتهم بعد ما انتهى بكاء وندم الرب لانه فرط في شعبه المختار وكان السبب في شتاتهم في الارض. استغفر الله العظيم، يا الله يخرب بيت ابوك، وايه الكلام ده، هتودونا في ده. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. والله العظيم ده تفكير النتن وكل اليهود اللي في العالم، ده تفكيرهم وعايشين على اللحظه دي، مفكرين ان هم احسن ناس في الدنيا وان هم شعب ربنا المختار. استغفر الله العظيم. وهم اللي ربنا سبحانه وتعالى لعنهم، قتلت الانبياء دول، على فكره دول قتلت الانبياء. المهم يعني يا سيدي، ده تفكير اليهود، تفكير عقيم اهبل اهطل. لو عيل صغير برياله مش
هيفكر التفكير ده، بس هو ده تفكيرهم يعني. وبكده يا صديقي المتابع في الفيديو ده هكون عرفتك شكل المسيح الدجال وقدراته، وكمان العلامات والاحداث اللي هتحصل قبل ظهوره، وكمان عرفتك معتقدات اليهود وازاي هم شايفين المسيح الدجال. كل الكلام اللي في الفيديو ده اللي انت سمعته صحيح 100% ومن مصادر موثوقه جدا زي سنه النبي عليه الصلاه والسلام والمصادر التاريخيه الموثوقه. ولكن في نهايه الفيديو يا صديقي المتابع لو عايز تعرف توقعي انا، هل المسيح الدجال فعلا قرب ظهوره ولا لا بالنسبه للاحداث الاخيره اللي بتحصل في العالم، فاحب اقول لك وبكل تواضع لسه بدري، لسه بدري قوي يا صديقي المتابع. مستعجلين على ايه؟ لسه بدري، لسه بدري يا صديقي العزيز على توحد كلمه المسلمين. ادينا شايفين حال اخواتنا في فلسطين والهند وغيرهم، 2 مليار و400 مليون مسلم مش عارفين يتوحدوا ويتجمعوا تحت رايه لا اله الا الله. ادينا شايفين زعماء العرب الحال وصل بهم لفين، منهم اللي مطبع مع اليهود ومصاحبين عليهم وبيدعموهم وبيدوهم فلوس كمان، ومنهم اللي ساكت مش قادر يعمل حاجه. الله المستعان. احنا عايشين على وعد ربنا سبحانه وتعالى لينا. وفي النهايه يا صديقي المتابع علشان ما نزعلش من بعض، ده رايي وتوقعي، ممكن تكون متفق معايا وممكن تكون مش متفق معايا خالص، ودي الاسباب تانية عندك. فانا شخصيا حابب اسمع رايك تحت في الكومنتات، يا ريت تشاركني بيه وتعرفني ايه سبب كلام. وبس كده، السلام عليكم والقاكم في حلقه جديده.